حبايبي، كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم. هنعمل النهاردة بقى الفول المدمس بتاع المطاعم، أجمل كمان من بتاع المطاعم. فول جميل جدا. بصوا الفولة هنا كهرمان معانا ولونه جميل جدا. نبدأ ونقول بسم الله. طريقته سهلة جدا، هتقومي تعمليها على طول دلوقتي. بصوا الجمال. هنا بقى معانا الفول، هنا نقيته كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. هبتدي بقى انزل عليه بميه، هسيبه هنا بقى في الميه حوالي يعني ليله كامله. يعني انا مثلا نقعته بالليل لحد تاني يوم بالشكل ده. بعد كده حطيت عليه كوبايه فول مدشوش، ده نص كيلو فول. بصوا هنا الحبايه نفشت وبقت كبيره ازاي. هبدا بقى هنا اغسل الفول المدشوش واحط كوبايه كامله على نص كيلو. تمام كده. هسيبها بقى حوالي 3 ساعات وابتدي بقى اللي انا احطه على النار. هنا بقى غسلته كويس كده، ابتدي انزل عليه بميه سخنه. لازم الميه هنا تكون سخنه عشان تسرع سوى الفول. وهقولكوا على مكون جميل جدا هيدي الفول، هيخلي الفول يستوي معاكم بسهوله، مش هياخد وقت خالص. هنا غطينا الفول كله بقى بالميه بالشكل ده. تمام كده. المكونات بقى اللي هنحطها على الفول بتاعنا الجميل ده، معانا هنا طماطمية مبشورة، جزرية كبيرة مبشورة، وليمونة مقطعاها شرايح بالشكل ده. تمام كده. هننزل هنا بقى بالمكون اللي هيخلي الفول يستوي معانا بسهولة. يعني هياخد معاكي 3 ساعات كتير وقوي يعني. حوالي 3 معالق خل. تمام كده. هنزل بقى كمان بمعلقة كركم كبيرة عشان تدينا اللون الجميل اللي شفتوه في بداية الفيديو. وهنا بقى نص معلقة كمون. بس كده كل المكونات بتاعتنا. نبتدي بقى هنا كده نغطي على الفول. نسيبه بقى لحد ما يغلي. تمام كده. هنا بقى غلى كويس قوي اهو. هبدأ بقى اللي انا اوطي النار عليه، وكل نص ساعة كده اشيل الغطا اشوف الفول محتاج مية، محتاج حاجة. لو احتاج مية نحط له مية سخنة برضو. تمام كده. انا هنا موطيه النار على الاخر، مهديها خالص. هنا بقى استوى معانا الفول كويس جدا. والله والله طعمه تحفة جميل جدا. جربيه. واللي ما اشتركش في القناة يشترك في قناتي، قناة محتواها جميل جدا. بحبكم في الله. بص الفولة هنا مستوية وجميلة ازاي ولونها جميل. تمام كده. هنغرف بقى الفول بتاعنا. الله على جماله. وهنزينه هنا بقى بشوية طحينة كده. ونحط بقى الزيت بتاعنا، ملح، كمون. تمام كده. اللي عايز يحط ليمون يحط، طعمه في منتهى الجمال. وكل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام. حطينا الملح بقى بتاعنا كمان، وذوقوا بقى طعمه وجماله. مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي، احفظيها عندك على التليفون. واقول لكم كل سنة وانتم طيبين في رعاية الله.
هنا هرسنا بقى شوية فول كده بالشكل ده.